معلش بس النهارده هتقولي لهم بعد اللايف وما تخافيش من امك. ايوه اوعي تخافي. كلمه الحق هتقوليها. ها؟ لا الرز بتاعي احلى ولا الرز بتاعها؟ انا بس انا صايمه، بس انا متاكده ان هي هتكون لا احلى. عادي انا بحبها. ماما هتطردها النهارده، مش هتفطرها في البيت. عادي مفيش مشكله، هنرضيها. كل سنه وانتوا طيبين. ودلوقتي يا جماعه ميعادنا مع ألذ قهوه عربي انا بحبها. ساشيتس جاهزه، هي بتتجاب كده جاهزه، بتتباع في محل بجيبها من السعوديه على طول. الكيس بيتحط كده اهو في الترمس، تمام، بيتفضى. هي الخلطه معموله هايله وعظيمه. لو عندي وقت على فكره بطبخها. معها صاحبتي من السعوديه علمتني ازاي اعملها، وبعتلي كل حاجاتها بالزعفران والمسمار المطحون وكل حاجه. المسمار ده اللي هو القرنفل بالمناسبه. بنحط عليها تقريبا 750 ملي من الميه السخنه كده اهو، وبعد كده بنقفل الترمس. وده كان بيبقى احلى حاجه. بنشربها مع التمر ساعه الفطار، وبعد كده بنصلي ونفطر. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم حبايبي. انا هستناكوا بجد تجربوا الديزرت بتاعت النهارده. الديزرت بتاعت النهارده دي اللي بتكسر، شكلها قمر، دي حسب يدلق، دي بتاعت الكاستر. حلو ازاي. الثانيه بقى باللبن المكسر والكريمه اللباني. ايوه وقلت لهم الطريقه اصلا، انا بدات فيها باللايف. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اسيبكم بقى تروحوا تفطروا. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. ايتن الصغيره بتسلم عليكم.